النهارده هنعمل مع بعض رقاق خطير يا جماعة. بصوا كده، ده مش رقاق، ده فطير مشلتت بجد يجنن. حكاية هقولك على كتكات هتطلع معاكي الرقاق خطير خرافة كده. بصي ولا مورق وعامل ازاي حلو جدا. هقولك لو عايزة تطلعيه مقرمش ازاي، ولو عايزة تطلعيه طري خالص كله من اول واحدة لاخر واحدة ازاي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونسمي الله ونقول اللهم بارك. يلا نشوف الجمال والحلاوة دي عملناه مع بعض ازاي. يلا بينا. اول حاجه بقى هتجيبي معاكي كده حله على النار ونحط فيها شويه من الزيت، وننزل كمان بمعلقه كده من السمنه البلدي تدي طعم حلو قوي. حابه تعمليها كلها بسمنه بلدي براحتك. جبت كده ايه 3 بصلات كبار فرمتهم في الكبه ورحت نازله بيهم على الزيت. وبعد كده هجيب بقى نص كيلو من المفروم بتاعي. هاتيه بقى وانزلي البصل على المفروم على طول. انا ما بتبلش البصل ولا بقلبه حتى كده، يعني كله على بعضه بنزل عليه مره واحده. ابدئي بقى قلّبي اللحمة مع البصل كده مع السمنة أو الزيت بتاعِك على حسب ما أنتِ عايزة، وانزلي بقى بمكعبين من مرقة الدجاج يا جماعة بجد حكاية. معلقة صغيرة رمية من بهارات اللحمة، وهننزل بقى بربع معلقة صغيرة من الحبهان البودر، أو عايزة تحطي حبهان صحيح براحتك. وكمان هننزل بربع معلقة صغيرة من ورق اللورا البودر، وعايزة برضه تنزلي ورق لورا صحيح براحتك. انزلي بقى بقرفة بتاع. أنا نزلت هنا بمعلقة صغيرة إلا ربع من الفلفل الأسود، ونُص معلقة صغيرة يعني من الملح. وخلّي بالِك عشان حاطة هنا ماجي، فأما الملح دايمًا حسب الرغبة. وقلّبي كل الكلام الحلو ده كده مع بعضه كويس جدًا. شايفة أنا حطيت التوابل وكلّها مع اللحمة في الأول، يعني ما سِبتش اللحمة تستوي وبعد كده حطيت التوابل، لأ. باحب اللحمة وهي بتستوي وتنزّل مَيّتها تشرب من كل التوابل اللي أنا عملتها. خلاص اللحمة كده باسيبها تنزّل المَيّة بتاعتها وتشربها، وبعد كده خلاص اللحمة تكون اتعصّجت معانا. خلّصت اللحمة، جِبت بقى كده كوبايتين من الشوربة ونزلت عليهم بمكعبين من مرقة الدجاج. ما كانش عندي مكعبات فنزلت بكيسين المرقة الدجاج اللي هي البودرة، قلّبتهم في الشوربة كويس. ومعايا هنا تاني بولة فيها سمنة من البلدي، والشوربة لازم تكون شوربة مغلية. هاتي بقى الصينية بتاعتِك اللي هتعملي فيها وانزلي بحبة سمنة كده حلوين معتبرين محترمين من السمنة البلدي بتاعتِك. وتعالي بقى كده حطيها في الصينية وتعالي نجيب الرقاق. هاتي بقى الرقاق ونبدأ نسقي الشوربة بالرقاق زي ما أنتِ شايفة كده. وما تزوديش الشوربة زي ما شايفاني باعمل، دي من تكات الرقاق المهمة جدًا عشان تاخدي رقاق مورق كأنِك بتاكلي فطير مشلتت يا جماعة. هيكون الرقاق طري جدًا من جوّه، وأول طبقتين كده فيهم سِنّة قرمشة بسيطة. أنا باحب الرقاق كده. طب يا شيماء لو أنا عايزة الرقاق من أوله لآخره طري وواخد الوش الحلو اللي شُفته في الأول، أول ما تطلّعيه من الفرن تغطّيه على طول بصينية. زي ما أنتِ شايفاني باعمل الرقاق، بين كل رقاقية ورقاقية لازم أحُط سمن. بين كل رقاقية ورقاقية لازم نحُط سمنة. حتى لمّا بتعملي الفطير بيبقى أساسه السمن. تمام. بُصّي بقى الجمال والحلاوة. أنا هاحُط 4 تحت، وبعد كده أحُط اللحمة المفرومة بقى الكمية اللي أنتِ حاباها حُطّيها. وبعد كده أساوي آخر طبقة الرقاق. طبعًا ما باحُطش فيها سمنة لإن اللحمة already فيها سمنة أو زيت زي ما أنتِ عاملة. وبعد كده أبدأ أحُط الرقاق بنفس الخطوات. برضه أسقي الرقاقية الشوربة كده، وبعد كده أحُطّها وأقوم دهنة كده سمنة، وأعمل الطبقة التانية من الرقاق. حطيت 4 تحت و3 فوق. حابة تحطي 4 و4 براحتك خالص. طبعًا مشغّلة الفرن من قبل ما أبتدي في الرقاق بتاعي، لإن أنا الرقاق باعمله في الفرن، ولا باعمله من فوق وأفضل واقفة وأقعد أقلّب الصينية وألفّها وأدوّرها ولا أي حاجة. خلّصت عملت آخر طبقة رقاق من فوق. ادهني بقى حبة سمنة حلوين كده، ودخّليها بقى الرف الوسطاني في الفرن. أول ما تبدئي تحسّي إن هي بدأت إن هي تاخد لون كده من تحت، يعني تاخد لها حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، تبدئي تجيبي صينية وتقلبيها وتحطي في الصينية كده معلقة سمنة صغيرة، وتبدئي تنزّلي فيها الرقاق تاني وتدخّليه الفرن لمدة مثلًا 7 دقايق يكون الوش التاني خَد لون. وبألف هنا وشفا على قلبكم. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله مع الجمال والحلاوة دي، وأقول لكم إيه، سلام.